النهارده هعمل معاكي عصير رمان بس بطريقه تجنن، سهله وبسيطه جدا جدا. وهنضيف حاجه كده يعني مفيش احلى منها. هاتي الرمان بتاعك وهاتي ايد اللهون اللي هي صاحبتي ورفيقتي في المطبخ. هتجيبي الرمان تقسميه نصين وتحطي النص في كف ايدك وتدقدقي عليه بايد الهون بقى او بمعلقه او اي حاجه عندك. بينزل الرمان بمنتهى السهوله. دي اسهل طريقه لتفريط الرمان، انا متعلماها من على الفيسبوك. ربنا يصلح حال اللي علمنا الوصفه الحلوه دي. هركن بقى الرمان بتاعي على جنب. هجيب البوله بتاعتي، هنزل فيها باكت من جيلي الفراوله، هنزل عليه كمان بمعلقتين كبار من السكر، وهنزل عليهم بكوبايه ميه سخنه مغليه. بقلب بقى كل الحاجات دي حلوه قوي كده مع بعض. ولو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان الفيديوهات الجديده توصلك، وتنزلي في الكومنتات تسالي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وبعد كده هضيف كوبايه ميه كمان متلجه. ضفت الاول واحده سخنه، قلبت حلو وضفت المتلجه. بعد ما ضفت الميه الساقعه بسيب الجيلي يبرد عندي شويه. بعد ما يبرد خالص هضيف عليه الرومان بالشكل ده وادخله التلاجة معايا، يعني ياخد ويدي كده مع نفسه ساعة ولا حاجة. بعد كده بطلعه وابدا اقدمه في الكوبايات بتاعتي او في البولات بتاعتي. طعمه في حتة تانية خالص. بيبقى الشربات بتاعه او العصير اللي في الرومان بيبقى تقيل شوية. طبعا طعم الفراولة مع طعم الرومان حكاية. جربيه هيعجبك جدا جدا جدا، من احلى واروع الوصفات اللي انا عملتها بجد. لو عجبك الفيديو متنسيش تنزلي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.